معانا كابتن نشأت نعمة الله، احد مدربين مدرسة البرام. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. النهارده يوم رياضي جميل في مدينة سيدي غازي، بدأناه النهارده معاكم بمدرسة الكرة وبالبراعم. حابب ان انا اخد فكرة مع السادة المشاهدين في مدرسة البرام بسيدي غازي. والله بالنسبه لمدرسه الكوره في سيدي غازي، وان شاء الله باذن الله الكابتن جمال لدوم هو المسؤول عنها الاول والاخير بالنسبه لنا. وهو طبعا بدأنا المدرسه من خلال من شهرين بس مع تدريبات الفريق الاول، والحمد لله زي ما انت شايف كده شغالين بالاولاد كلهم لابسين زي موحد، وعملنا اكتر من لقاء مع بعض الفرق، والحمد لله ماشيين كويس وفيهم ناس كويسه جدا. وديت بدايه كويسه لسيدي غازي، لان طبعا مدرسه الكره والموهوبين ديت هي المضخ الوحيد للعيبه اللي احنا بنشوفها قدامنا كلها في الدوري الممتاز، سواء كانت في مراكز الشباب او في الانديه. طب انا حابب اعرف مدرسة الكرة بعددها، بادئين عددها بكام؟ والله احنا اول ما عملنا الاعلان الحمد لله يعني كان اول يوم تقريبا 100 فرد، تمام، 100 لاعب صغير 100 ناشئ. فالنهارده هم ما شاء الله فوق ال 170 ما شاء الله. فده بالنسبه لنا كبدايه كويسه. طيب كيفية إدارة مدرسة الكرة؟ هل مركز الشباب اللي بيصرف عليهم أم هي قائمة على فكرة الاشتراكات؟ لا والله هو مركز الشباب لحد هذه اللحظه او الشباب والرياضه عموما ما فيش ازيد من الملعب، يعني هم برضو يشكروا ان هم موفر لنا الملعب، لكن هو كمصاريف ماديه او حاجه كله يعتبر ماشي على الاشتراكات. طيب انتوا السنة دي اشتركتوا في كام فريق كورة النهارده السنة دي؟ بالنسبه لمدرسه الكوره والله احنا لعبنا اكتر من فريق، حوالي بتاع 5 فرق السنه دي او 4 فرق لعبناهم السنه دي. يعني جبنا برج البرولوس، جبنا لكم الطويل، وكان منتظر كفر الشيخ، ويعني شغالين. طيب نتائج مشوار مدرسة البراعم بمدينة سيدي غازي في المباريات اللي انتوا اجريتوها كانت النتائج ايه؟ النتائج كانت كويسه جدا كبدايه. فريق بادئ بقاله شهرين مثلا، او مجموعه اطفال بقالهم شهرين شغالين. يعني معلش انت بتجيب ولد صغير من الشارع وبتقول له يلا يا حبيبي تحط رجله على اول السلم، فبتبدا معاه. فبالنسبه لنا احنا كالتزام الاولاد زي ما انت شايف كده حضرتك، دي نجاح بالنسبه لنا كالتزام بس. لكن طبعا تعليم الكوره ده بياخد وقت شويه، مش من يوم ولا من 2 ولا من شهر ولا من 2 ان انت بتعلم الولد وتقول له يلا انت بقيت لعيب. طيب هل المشوار الرياضي بمدينة سيدي غازي هل انتم مشتركين فيه اكتر من بطولة باكتر من فريق، ولا انتم معتمدين على مدرسة الكرة والفريق الاول بس؟ لا طبعا معانا 97 شغالين بفريق 97 ان شاء الله باذن الله. عنده ماتش يوم الاثنين الجاي مع بلطيم في بلطيم، بداية الدوري ودي وان شاء الله فريق كويس جدا، يعني يعتبر من احسن فرق في المحافظة باذن الله ان شاء الله. الكابتن جمال عامل لهم اعداد كويس، وتدريباتهم ما بتختلفش عن الفريق الاول، فشغالين كويس.